بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين. أظن مفيش أحسن من المنظر الجميل ده إن أنت تشرب فيه فنجان القهوة بتاعك. طبعا احنا لسه مستمرين معاكم. احنا هنا كنا في العين السخنة، والفيديو اللي فات شرحنا ازاي تروح مواصلات العين السخنة. يا رب بس نشوف تفاعل أكتر من كده على القناة يا جماعة إن شاء الله، وتشرفونا باشتراككم عشان نكبر بيكم إن شاء الله. عملنا القهوة بتاعتنا بقى وعايزين لسه صاحيين بقى، وعلى المنظر الجميل ده عاوز كوباية قهوة تعدل المزاج كده وتروق البال بقى وتسرح بقى في كل اللي انت بتفكر فيه. فعملنا القهوة الجميلة بتاعتنا دي، والبسكوت بتاعنا ده بسكوت بالشوفان. بصراحة ده أفضل بسكوت بالنسبة لنا. بنحب إن دايما نشربه جنب قهوة أو الشاي، لكن بنفضله دايما جنب القهوة. بسكوت بالشوفان، بس أنا مش فاكرة بصراحة اسمه ايه. أنا بجيبه على طول بس هو اسمه صعب كده غريب فمش عارف أقوله. آم، دي بقى فنجان القهوة بقى على المنظر الجميل ده. تفضل بقى ساعة ساعتين كده تفكر انت عاوز تعمل ايه، يعني تصحى على المنظر الجميل ده، يبقى انت ايه مش عاوز حاجة ايه تاني. طب نعمل معاكم ايه النهارده؟ هنعمل معاكم سمك وهنوريكم ازاي. هنروح البحر، وكملوا معانا الفيديو للاخر عشان تستمتعوا معانا ان شاء الله. هنا احنا طبعا ما كانش في كبه ولا في خلاط. هنعمل ايه بقى؟ الخضروات اللي قدامكم دي هقطعها طرنشات، هقطعها اي تقطيعه انتوا حابينها. قطعتها زي مفروم كده، قطع صغيره، وهي على الميكرويف اهي قدامكم. دي بعد ما عملتها اديكوا عود شبت، عود كزبرة. وده كله احنا جايبينه معانا زي ما انتوا عارفين. وطماطمية قطعناها، وقرن فلفل، والليمون بتاعنا، والكمون والفلفل الاسمر، وركناها على جنب. طبعا انتوا هتعملوا سمك ايه بقى؟ هنعمل سمك. كنا عايزين نعمل سمك سنجاري، لكن مفيش اي يعني الاواني هناك ما ساعدتناش، يعني ما لقيناش صينيه او كده نعمل فيها. فطبعا نشغل دماغنا، احنا قناه لؤلؤة ماجي طبعا مش هنعطل. فان شاء الله هنعمل معاكم ايه دلوقتي. احنا نقلنا المطبخ بتاعنا في البلكونه عشان الفيو الجميل ده، ونستمتع بيه ونطبخ بقى بروقان. طبعا هتعملوا ايه بقى يا لؤلؤه؟ عشان ما لقيتوش صينيه تعملوا فيها السمك. اتصرفنا يا جماعه. ده سمك معانا، سمك تونة، أو اسمه سمك اللي هو بتاع السنجاري، أو سمك كاسكومري، حسب ما انتوا بتحبوا تقولوه في منطقتكم. لكن احنا بنقول عليه كاسكومري أو سمك تونة. ما عملتش فيه أي حاجة غير إن أنا نقعته بشوية ملح وليمونة. ورحت في الدقيق في الدقيق بتاعي، وسنة نشا، ورحت نازلة عليه في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. وزي ما انتم شايفين ان احنا شغلنا كله على البوتاجاز السخان ده. حمرنا البصله معاكم زي ما انتم شايفين عشان نعمل الرز، طبعا رز صيديه. حمرنا البصله بتاعتنا، متفقين ان احنا مش بنحرقها، بنحمرها توصل للون البني الجميل. ونزلنا عليها بميه من الكاتل، ميه سخنه. ونزلنا بالبهارات بتاعتنا، فلفل اسمر، كمون، لان طبعا انت دلوقتي في مكان غير مكانك ومطبخ غير مطبخك. فانت بتتصرفي باقي بالامكانيات الموجوده. طبعا احنا حمرنا معاكم اهو. دي طاسه طلعت من السمك. انا فتحت السمكه لاخرها خالص وما عملتش فيها حاجه طبعا، لان السمك ده نضيف وبيبقى مدهن كده، والسمك تحفه بصراحه. والاكله دي ما شاء الله كانت عظمه. هنا الميه بتاعتنا بتغلي. ننزل بالرز بتاعنا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. والسمك بتاعنا زي ما انا قلت لكم ما عملتش فيه اي حاجه غير ان انا نقعته، وبعد ما نقعته نشفته كويس، صفيته كويس، ورحت معفراه بالدقيق ونازله في الطاسه. طب انت كده ولا هتاكلي السمك من غير اي حاجه؟ لا طبعا، ما انا قلت لكم ان انا عملت طبق الحشوه بتاعته في جنب على الميكرويف اهي، وهوريها لكم دلوقتي. قطعت بصلايه صغيره، قطعت الثوم بتاعي، قطعت عود شبت مع عود بقدونس والطماطم بتاعتي، وبهرتهم كويس وملحتهم كويس. وبعد ما نقل السمك بتاعنا هتشوفوا هنعمل فيه ايه. كانت اكله عظمه وما عطلناش. طبعا السمك ده بيتعمل سنجاري، ما بيتعملش مقلي. فحبينا بقى نعوض السنجاري بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. وطبعا زي ما قلت لكم ان احنا ناقلين المطبخ بتاعنا كله، نقلونه في البلكونه عشان نستمتع بالمكان ونشرب القهوه بتاعتنا، نشرب الشاي بتاعنا ونطبخ في البلكونه.
لازم نستمتع طبعا بالمكان اللي احنا فيه، لانه مكان بصراحة حتى من غير اي اكل، هو المكان فاتح نفسنا عن الاكل. فاللهم لك الحمد على اي نعمة يا رب انت مديها لنا. ويا رب انصر اخواتنا في فلسطين، عسى النصر قريب ان شاء الله. وان شاء الله برضو نحتفل ونرجع نقول لكم ان شاء الله قريب نحتفل بنصر اخواننا في فلسطين يا رب. اللهم اعز الاسلام والمسلمين يا ارحم الراحمين في كل وقت وحين. دي بقى الخلطه اللي انا بقول لكم ان انا عملتها، قطعت الليمون طرنشات، وكنا عملنا طبعا طبق السلطه ده السمك بعد ما اتقلى، ما عملتش فيه اي حاجه غير ان انا عملت فيه ايه، نزلت عليه بالخلطه بتاعتي دي خلاص، ما عملتش فيه اي حاجه. وعايزه اقول لكم بقى الخلطه بقى دابت في السمك، انا مخليها جوزي شويه، لان حاطه عليها سنه خل وسنه ليمون وعصر عليها ليمونتين كبار والبهارات بتاعتي والملح بتاعي. عايزه اقول لكم كده حاجه كده يعني، السمك ده ما شاء الله يعني اتنسف نسف. والله الواحد جاع وهو بيبص على الاكله. وعايزه اوريكم دلوقتي هتشوفوا المنظر اللي احنا بنشوفه كل يوم في العين السخنه. بصوا بقى، انا من جمال الجبل بصراحه، انتوا هتقولوا جبل عادي، لا الجبل يا جماعه يعني شكله تحفه والله العظيم. حتى الصوره ظلماه، يعني المنظر والفيو الصور ظلماهم يعني. عايزه اقول لكم لو انتوا شفتوه على الحقيقه بجد الاماكن دي هتعجبكم جدا. وخروجوا يا جماعه في الشتاء، مش كل الخروجات في الصيف، بجد في خروج في الشتاء بيبقى ممتع جدا. لو متاح قدامكم اي حاجه في الشتاء اخرجوا اخرجوا اخرجوا، هتغيروا نفسيه وتفكوا تفكوا القعده اللي احنا فيها دي. وده الفيو بتاعنا، شفتوا بقى الجبل ورا ازاي والبحر قدامنا والبسين قدامنا. وطبعا عايزه اقول لكم ان المنظر طبعا لوحده يفتح النفس على الاكل. عايزه اقول لكم الاكل ده يعني اتاكل سله سله. آم، ما تنسوناش طبعا باللايك والاشتراك في القناة بقى يا جماعة عشان نكبر بيكم ان شاء الله. يا رب دايما تكون فيديوهاتنا بتعجبكم بنفيدكم. طبعا الناس كلها بتسافر، لكن احنا عشان احنا بنوريكم التجربة من الاول. عشان احنا بنجرب الحاجات دي مثلا لأول مرة او تاني مرة، فبنحب نفيدكم للناس اللي هي مثلا مش عندها عربية او كده ملاكي وكده، او ما هتاخد عربيه مخصوص تعرف ازاي تسافر مواصلات وازاي تستمتع. شوفوا بقى الناس كلها يا جماعه في البحر. احنا في عز الشتاء زي ما انتم شايفين لابسين شتوي اهو، بس عايزه اقول لكم الناس كلها في البحر زي ما انتم شايفين. طبعا هنا احنا طلعنا على الكوبري. احنا يعني احنا هنطلع في الاسانسير في من الاهرامات، وهنطلع على الكوبري زي ما انتم شايفين اهو. ده الفيو بقى من على الكوبري اللي هو بيوصل للبحر الناحيه التانية. شفت بقى البحر والمنظر لوحده تحفة، واللي فيه هناك طبعا يخت يعني. والمنظر هناك تحفة. بصوا بقى المنظر ده الطريق، طبعا تحتنا الطريق اللي هو السريع، اللي هو الطريق طبعا بتاع المواصلات. وعايزه اقول لكم برضو هناك ان في موقف عند العين السخنه قصاده على طول. فما تقلقوش انتوا، حتى لو انتوا رحتوا العين السخنه وهترجعوا ازاي هنرجع، لان في موقف هناك في قلب السخنه، ومواصلاته عاديه جدا، مواصلات عاديه جدا جدا، وزيها زي المواصلات اللي هي على الخط. بصوا بقى الجبل، انا هنا بقى بوريكم ان الجبل احمر، شكله تحفه شكله تحفه تحفه. دي برضو الاهرامات من على الكوبري فوق. ده الممشى، الكوبري يعني اللي بيوديكي من الاهرامات. بتطلعوا باسانسير وتنزلوا باسانسير، وبتروحوا على البحر. زي ما انتم شايفين ناس كتير، والناس كلها موجودة هناك. وشفتوا بقى الجبل وجماله والمنظر وجماله. بجد المنظر هناك كان ممتع والله، الصور كمان ظلماه. فانا اشجعكم بصراحه، اختيار موفق ان احنا رحنا العين السخنه، اختيار موفق جدا. ودي البهامز اللي احنا كنا قاعدين فيها، دي قريه اسمها البهامز. آم، بصوا هي عباره عن مناطق كده، كل منطقه زي ما انتم شايفين كده جميله، يعني كل منطقه حلوه. يعني احنا ده سيكشن، يعني هي عباره عن مناطق زي ما انتم شايفين. بصوا
يعني حتى التصميم بتاع الفيلا هي فيها فيلل وفيها شاليهات بصراحة تحفة، وفيها شقق يعني تحفة تحفة تحفة. المنظر روعة. يا رب دايما نكون بنفيدكم. وانا بس متحمسة وانا بتكلم عشان فعلا المكان كان جميل، والمكان اللي ورا فيه شجر ده على الطبيعة كان روعة. وفي بيوت طبعا، في شاليهات فوق. يعني المنظر ده لوحده برضو تحفة تحفة تحفة. والجو هناك كان جميل، ما كانش ساقعة. بسقعة بس بالليل. وفي ملعب كورة زي ما انتم شايفين. وفي اكوا بارك. حمامات السباحة فيها تدفئة. آه، المكان كله بصراحة ساحر، يعني مش محتاج ان انت تسافر برا مصر عشان تستمتع. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.